حديثنا اليوم يجمع بين السرعة والرفاهية عن 4 سيارات سيتم طرحها في المستقبل القريب. فهل أنتم مستعدون للانطلاق؟ تابعوا معنا. السلام عليكم متابعينا، أنا مازن من قناة خبر أراوند. ماذا تخبئ شركات السيارات الفارهة لعشاقها؟ شاهد معنا هذا الفيديو كي تعرف أكثر. بورش 911 جي تي او ار اس سيارة رياضية معروفة يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاما، والتي ستصدر نسختها الجديدة في 2018 بمحرك يمتلك 6 أسطوانات وبسعة 3.8 لتر وتوربين مزدوج مع نظام تبريد لزيادة قوة المحرك، والتي تصل إلى 700 حصان و7000 دورة في الدقيقة. أما ناقل السرعة فهو من نوع PDK، وتحتاج السيارة إلى 2.8 ثانية تقريبا لتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة. أما سرعة السيارة القصوى فتصل إلى 340 كيلومترا في الساعة، ويصل سعر السيارة إلى ما لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي. هذا كان بالنسبة لبورش. ماكلارين 570 اس سبايدر سيارة رياضية بمحرك على شكل في مزود ب8 أسطوانات بسعة 3.8 لتر بقوة تصل إلى 570 حصان و7400 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعة من نوع غرازيانو SSG ثنائي المقبض. تعتبر السيارة خفيفة الوزن نظرا لهيكلها الخارجي المصنوع من الألياف الكربونية. السيارة تحتاج إلى 3.2 ثانية لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر، وسرعتها القصوى تبلغ 330 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لشركة دوج الأمريكية فستطرح سيارة تشالنجر SRT ديمون للعام 2018. السيارة ستمتلك محركا ب8 أسطوانات على شكل في وبسعة 6.2 لتر مع سوبر تشارجر إضافي بسعة 2.7 لتر، مع قوة توليد تصل إلى 808 حصان و6300 دورة في الدقيقة. وستكون السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مع 8 سرعات. السيارة وصفت بأنها ستكون الأفضل في العالم من حيث التسارع، فهي تحتاج لثانية واحدة فقط لكي تصل إلى سرعة 48 كيلومتر، و2.3 ثانية لتصل إلى سرعة 96 كيلومتر. والغرض من هذه السيارة هو سباقات الدرج التي تتطلب سيارات بتسارع عالي. لم تذكر الشركة أي تفاصيل حول سعر السيارة وسرعتها القصوى، لكن تشير التقديرات إلى أن السرعة القصوى قد تصل إلى 270 كيلومتر في الساعة، وسعر السيارة يبلغ 80 ألف دولار أمريكي قبل الإضافات. والشركة صرحت بأنه تم تصنيع 3000 سيارة فقط حتى الآن. بوغاتي جاليبر السيارة التي بدأ مشروعها عام 2009، لكن شركة بوغاتي كانت قد أوقفت هذا المشروع لمرات عدة، ولكن صرحت الشركة مؤخرا أنها عادت المشروع مجددا، وأنها ستطرح جاليبر في فترة أقصاها 2020. السيارة ستكون مزودة بمحرك على شكل W مع 16 أسطوانة وبسعة 8 لترات. أما قوة المحرك فتصل إلى 1000 حصان. السيارة تبلغ سرعة 100 كيلومتر بمدة 2.5 ثانية،
وسرعة قصوى تبلغ 355 كيلومتر، وعلى ما يبدو أنه يمكن أن تزيد السرعة على ذلك. لم تذكر تفاصيل إضافية حول ناقل الحركة. أما سعر السيارة فسيكون ما لا يقل عن 2.5 مليون دولار أمريكي، قابل للزيادة في طراز الأربعة أبواب أو مع زيادة الملحقات في السيارة. وفي نهاية الفيديو شاركونا أصدقائي بتعليقاتكم وآرائكم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتحفيزنا على نشر المزيد في المستقبل إن شاء الله.